بعض الأسئلة السريعة. هل نستطيع القول أن الحزام الأمني حل محل أمن ليبيا؟ أم هناك في حل طبعا في حل القضايا الأمنية ومعالجة المشاكل الطارئة؟ لحظة، أم أن هناك علاقة كاملة؟ أو ممكن توضح لنا طبيعة العلاقة والاستراتيجية مع الحزام؟ مدير أمن محافظة أبين قائد الحزام الأمني، قائد الحزام الأمني مدير أمن محافظة أبين لا مانع عنده من يشتغل من يعمل. نحن مؤسسة أمنية واحدة وسكبت دماءنا ولم نتصارع على امور اخرى او على اي كنوز في محافظه ابين في الوقت الراهن. نحن قلنا ابين مقبله على عصر ذهبي ان شاء الله في المستقبل، ولكن الان لا يوجد في محافظه ابين الا العبوات الناسفه، ولا يوجد الا القتل، ولا يوجد الا قطع الطرقات، ولا يوجد الا هذا الامر. فالحزام الامني والامن على ما بناه الشهيد القائد عبد اللطيف السيد مستمر، وهذا هو اللي ضج مضاجع الجميع، وهو اللي قلق الجميع. لماذا الامن والمؤسسه الامنيه في محافظه ابين من امن ومن حزام امني في خندق واحد؟ ليش ايش السبب التجانس هذا؟ هذا عهود قطعناها السلام، قطعناها قطعنا محافظتان، وانت لم ترى سنه ونص من بعد الحرب لم ترى صراع واحد او طقم وطقم او فرد فرد. هذا شيء عظيم لم يحصل في اي مكان. تداخل خارج من حرب 3 سنوات، وهذا الجزء الامني ونقاط، هذه نقطه هنا ونقطه وتنزل، وهذا ينزل وانت تنزل، وكلها مكمله. ما يقوله ابو مشعل هو يمشي على الجميع، وما قال حيدر السيد يمشي على الجميع، ومدير الامن يكون الى جانبه. السؤال هنا: ما هي رسالتكم الى ابناء المناطق التي توفي فيها الجماعات الارهابيه، وما هي الرساله الى المقررين بهم؟ هذا السؤال الاول. المناطق كانوا الى جانبنا وكانوا عونا لنا، الا من ضعفت نفسها امام المال وهم حاله شاذه. تجد حتى في المنزل تجد اسره عظيمه ومحترمه، وتجد شخص منهم سيء لا يمثل هذا الاسره. بالنسبه للمقرر بهم، نحن ندعي ليلا ونهارا، ونحن تم في بعض الشباب القصر اللي تم تقرير بهم وتم القبض عليهم وادلوا باعترافات لم نطرحها على احد. اعترفوا انهم استلموا مبالغ ماليه بشراء دراجات ناريه او نقل او دعم لوجستي او ويتم التعامل معهم بطريقه، وبعضهم تم اطلاقهم بعد فتره من السجن وحسب ضمانات ومراقبه امنيه لهم، اطفال والسلطات، وبعضهم منهم كبار تم تحويلهم الى جهات الاختصاص. بالنسبه لابناء المناطق هم عونا لنا. لم يحصل في محافظه ابين ان القبائل اصدرت بيانات. قبيله ال جعادنه، قبيله ال وليد، قبيله ال عرمان، كما فيها الفضحان والحرور، كل القبائل الى واحنا في دورنا للقبائل الاخرى، باكازم، ال فضل، على مراحل اخرى، كلها تنبذ الارهاب وترفض. بل ان المحافظه شيء عجيب صراحه، ان المحافظه المتهمه بالارهاب هي اكثر محافظه دفعت ثمن الارهاب، وهي اكثر محافظه حاربت الارهاب، وهي اكثر محافظه قتلت من الارهاب. وللاسف الشديد يحاول يشوه بل من ابناء المحافظه، يشوه ان هذا المحافظه هي هناك كل الامكانيات اتت في هذا المحافظه، ولكن المحافظه رافضه للارهاب. الجبايات يعق الشارع بالقوانين والفوضى ده. الحمايه الامنيه لنقطه سلام من الامن العام. اخبرت قبل قليل ان احنا جهه نحمي كل مؤسسات الدوله من ضمنها حتى الضرائب. اتت توجيهات برفعها، يتم رفعها تمام، والتوجيهات اخر شيء اجتماع اليوم مع المحافظ، وسيبدا بعده ازاله الجميع. من يرفض بعدين احنا بنشوف الضجيج هو على اشخاص معينين فقط تمام، والاشخاص هذول هم يمشون حسب مؤسسه امنيه وملتزمين للتوجيهات العليا. وانا اخبرته ان لا امن ولا يشرفنا ولا يمكن للطخ دماء شهدائنا بالعار. نحن نتقاضى مبلغ مالي كنا من صندوق التحصين فقط، ولا توجد لدينا اي نقاط خاصه او شيء. هذا جاوبت عليه قبل قليل.